عليكم صبايا، شلونكن؟ ايش اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب وانتم عم تشوفوا فيديو لليوم. اول اشي خلونا نصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني اشي اللي دخلت جديد على القناة تشترك وتفعل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد انا بنزله. وهلا بحب اشكركم كتير 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 على الفيديو الماضي، والله انتو يعني هيك، يعني عن جد انتو كفو قد وقدود. كتير تعليقاتكم حلوة وكتير فرحت بتعليقاتكم، وهيك يعني عن جد الله يخليكم يحفظكم يا رب ويجبر بخاطركم. يعني عن جد ما قصرتوا، وبدي هيك كل مرة تشدوا لي همتكم شوي، يعني مو شوي كتير، والله هيك يوفقكم يا رب كلياتكم. وهلا هون مثل ما لكم شايفين شربت القهوة الصبح كالعادة يعني، وبعدين كان عندي حمود بدي أوديه على المدرسة. طبعا هذا كان أول يوم له بالمدرسة، بس يعني ما بعرف أنا شو بدي أخذ له أجيب له وهالقصص هي ما بعرف لسه. وبعدين أنا هون فطرته، عفوا ما فطر، كنت بدي أفطره وما فطر. حطيت له الأكل يعني اللانش بوكس، وزبطت له هيك الأمور وكل شي، وما حطيت له كتير أكل لأني بهذا اليوم يعني كان دا يدرسون شغلة ساعتين 3، عرفتوا شلون؟ لهيك يعني حطيت له مثلا سندويشة صغيرة مع هيك يعني علبة عصير وهيك يعني من البيت، يعني انه ما وهيك كيكة يعني وهالقصص هدول، عرفتوا شلون؟ إيه بقى هون مثل ما قلت لكم انه انا ما بعرف يعني ايش بده يصير معه. المهم كانت بس يعني من الساعة 1 للساعة 3 انه ما راح يطولوا، يعني ما راح يلحق يجوع. المهم أخدته على المدرسة وكان كتير مبسوط الحمد لله، وأنا هيك مبسوطة فيه كتير. والله هيك يسرها مع أولادكم ومع حمودة، وهيك الله يحفظهم وتشوفوا أولادكم وأولادنا إن شاء الله بأعلى المراتب. وهون بعد وصلت على المدرسة بدنا نستنى مشان يفتحوا الباب، وبتعرفوا هون نظامهم كلياتهم إنه بيصفوا الأولاد كل واحد بصفه نحن كنا نقول لها باحة، هلا هون ما بعرف إيش بيقولوا لها. وبعدين كل أنسة بتاخد طلابها وبتطلع على الصف. هلا هون أنا كتير أكلي كنت هم حمودة، ليش؟ مشان الجهاز يلي براسه. كتير أكلت هم مشان هالقصة هاي. ولما أجت الأنسة وحكيت لها إنه ابني هيك وضعه وكل شي، وإنه نبهت على هاي الأمور، هي حتى خافت. إذا لاحظتوا مسكته أول واحد إنه خلص صارت إنه مسكته بإيده، وإنه خلص هذا صار إنه مسؤول منا وهيك يعني. هلا هون هي الصورة صغيرة لأنه أنا صورت بالطول، يعني بتعرفوا باليوتيوب لازم يكون بالعرض، بس هي الصورة أنا كنت حاططها بجهازي أنا ما على أساس بدي أنزلها، بس عشان أورجيكم إياها حطيتها بالفيديو. كتير هون بدقوا على قصة الأولاد وكتير عندهم انتباه، يعني إنه الحمد لله هي الشغلة كتير كويسة هون بالمدارس، يعني إنه كتير بدقوا على الولد يعني وبيهتموا فيه كتير، وبالذات صف الأول والتاني هدول بيكونوا كتير بدهم يدققوا كتير عليهم بهالقصة. والله، وبهذا اليوم نفسه كان المسا كان عندي أنا الصورة قلت لكم، وفي وحدة صبية سألتني وهيك الله هيك يسعدكم يا رب، إنه طمنت علي قالت لي شو معك بالصورة وهيك، قلت لها لسه إنه اليوم رحت أصورها يعني. كتبت لها بالتعليق بس إنه ما بعرف، قلت بطلع بالفيديو وبحكي. الله يطمن بالك، لأنه قالت لي إنه طمنيني إيش صار معك بالصورة. المهم أنا رحت وصورت، وعن جد قد ما كنت خايفة قد ما لقيت الشغلة كتير كتير بسيطة. يعني الحمد لله كتير في ناس كانت بتخوف عن جد السوشيال ميديا لما أدخل عليه، أو مثلا أدخل على فيديوهات إنه شلون الرنين المغناطيسي، شلون الصورة كتير يعني بيحكوا إنه كتير بخوف. لأ الحمد لله رب العالمين شغلته كتير بسيطة، وعن جد عم باحكي إنه أنا كتير كتير يعني بصراحة بدي أقول لكم هيك إنه أنا كتير جبانة، عرفتوا شلون؟ يعني تجربتي عن هاي الشغلة إنه لأ الصورة ما فيها شي أبدًا ولا حتى مزعجة أبدًا، أبدًا. بس إنه صوته شوي صغيرة مزعج مو كتير، يعني ما إنه أثّر أبدًا، أبدًا، عرفتوا شلون؟ وشغلته 10 دقايق حسب هلأ الصورة إيش تتطلب يعني. وما بيضايق ولا شي أبدًا، بس هو الخوف يمكن هيك بيسايب الواحد، الواحد لازم ما يخاف، عرفتوا شلون؟ الحمد لله رب العالمين قضيت على خير وصوّرت ورجعت بخير وسلامة، كل الأمور كانت تمام، بس النتيجة قالوا لي بتطلع بعد 10 أيام، وأنا هلأ كنت خايفة من الصورة، هلأ خايفة من النتيجة. بصراحة يعني أمانة كلكم تدعوا لي هيك من قلبكم، وهلأ بانتظر النتيجة على نار، يعني حجزت هلأ موعد وإن شاء الله بدي أروح مشان أشوف النتيجة. بقى متل ما قلت لكم كتروا لي هيك من دعواتكم الحلوة، والله هيك يجبر بخاطركم يا رب. وهلا هون باليوم الثاني، هذا الفيديو مصور على يومين، باليوم الثاني كان عندي هيك اروح على السوق مشان اجيب اغراض، لازمني اغراض للبيت يعني خضرة طبخة وهالقصص هي، وانا كنت جايبة شوفوا عدة محشي.
إيش يعني عدة محشي؟ يعني بدي أسوي محاشي إن شاء الله وبدي أشارككم فيه، فأنا هون انشهرت من ورا المحاشي، أنا إنه كتير باسوي محاشي، وبالفعل يعني المحاشي بالصيف كتير طيبة. بما إنه هلأ قرّب يخلص وقت الكوسة، قُلت باسوي لِك طبخة محشي مرتبة يعني، ويعني منشتينا يعني رجعنا اشتهينا عليه، عرفتوا شلون؟ المهم المحاشي ما ورجيتكم إياهم إن شاء الله بالفيديو الجاي، بنسوي محاشي بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. وهلّا هون كنت عم باغسل الخضرة، يعني لازمني كان أغراض للبيت متل ما قُلت لكم، جِبت طبخة وعندي طبخة محاشي، يعني ما بدي أتقّل كتير يعني إنه شلون، إنه أنا قُلت لكم من الأسبوع للأسبوع باجيب مثلًا طبخة أو طبختين وهيك يعني. هلأ هون جِبت فواكه، هلأ هاد نحن بنقول له قلوب الطير، أنتم إيش بتقولوا له؟ جِبت تفاح وهذا التاني قلوب الطير، وجِبت كمان أكلة فاصولية، يعني والله الأكل كتير كتير عم يحيّر. بقى أنتم اكتبوا لي بالتعليقات إيش طبختوا، إيش ناويين تطبخوا، هيك ذكرونا بطبخات يعني تكون هيك سهلة وسريعة أهم شي. وشغلة تانية كمان بدي أساوي هلأ هون طبخة بس ما تكون تقيلة، يعني قُلت لكم أنا بيوم البازار مو ما باحب، أنا ما بالحق إنه أطبخ طبخة كبيرة، يعني مثلًا بدي تكون هيك طبخة خفيفة. هلأ أنا قبل بيوم كنت طابخة هيك. هلّأ نحن بنقلّها عدس بحامض، يعني عدس بنسلقه وبنحط له توم وملح وبنحط له زيت زيتون وبنحط له كمان ملح الليمون أو حمض يعني إيش عندكم موجود، وهيك بنطبخه اسمه عدس بحامض. وفي ناس بتطبخ كمان شوربة عدس، شوربة العدس تختلف عن هاي الأكلة. بقى لنا هيك أكلة سريعة كنت مالي فاضية يعني، وكنت رايحة على المشفى، لهيك إنه هاي أكلة كانت سريعة. وهلّأ متل ما انكم شايفين هيك باغسل الخضرة كلّها والفواكه وهالقصص هاي كلّياتها وباحطّها على جنب مشان إنه ما يكون عندي شي أبدًا، أبدًا، يعني يكون الخضرة كلّها نضيفة وما باحب أعيفها بالبرّاد، إنه مشان لإنه عندي ابني ما شاء الله عليه بروح وبيجي مثلًا بده تفاحة، بده أكلة، بده شي ما بيستنى فيني، إنه بروح بشيل وبياكل يعني، عرفتوا شلون؟ بقى لأ بافضّل إنه الخضرة كلّياتها بشكل عام إنه تنغسل وتنحط على جنب. يعني هلأ وهلأ أنا عم باغسل الله وكيلكم الخضرة ما باشوفه إلا إجا لعندي بده ياكل، لهيك لأ باخلّي كل شي نضيف بقلب البراد، يعني بالنسبة للخضرة، للفواكه، لأي شيء متل ما قُلت لكم، مشان كلّه يضل نضيف، يعني باطالع وبافرُم مثلًا سلطة، طالعة اشتهيت على شي بدي أطبخه بسرعة كلّه مغسول. وأنا فيني طبع السلطة بشكل عام أنا ما باحب أفرُم الخضرة تكون عم تشر مي، يعني إنه يكون فيها مي، عرفتِ شلون؟ باحبها تكون ناشفة، يعني مغسولة ومنشّفة وعلى جنب. والله هيك. وهلّأ بالنسبة للعنب أنا جِبت نوعين مشان يعني إنه باحب أنا هداك الأحمر، وبنفس الوقت أنا عيلتي كلّها بتحب هاد اللي لونه أصفر، وأنا كمان باحبه. ليش؟ لإني بقلبه ما في هاد البذر، بذر العنب اللي بقلبه بيكون ما فيه أبدًا، وبييجي كتير كتير حلو، الله وكيلكن بيقول لي جوزي من كتر ما هو حلو بيجرح عند الحنجرة يعني، والله بيجرح هيك إله من كتر الحلاوة، وبس كتير كتير طيب عن جد. وهلّأ التاني الأحمر كمان طيب. والله. هلأ أنا الأحمر لمّا بدي أجي أحط لهم إياه أحيانًا بصحون أو شي، إيش باساوي باقصّه بالنُص وباطالع منه البذر كلّه وباحط لهم إياه بصحون، بس بهادا اليوم قُلت لهم ما راح أساوي شي، حطّوه لحالكم وكلوا. كنت هيك موجة عبالي وقُلت لكم هيك عم بافكّر كتير بالصورة وإنه إيش بده يطلع معي وهيك، يعني يمكن هلّأ تضحكوا علي تقولوا هي إيش قد بتخاف، بالفعل أنا عم باعترف باخاف كتير. هلّأ هون خلّصت وبدي كمان هلّأ حطيتها على جنب كلّها مشان الخضرة هيك تنشف، يعني تصفى بقلب المصافي، وبعدين بدي أطبقها كلّها بالبراد. كمان هون كنت جايبة بقدونس وجبت نعناع وجبت اللهم صل على النبي جرجير. هي الخضرة ما بنحسن بلاها أبدًا، أبدًا. وهون كنت عم باطلّع عم باورجيكم القط رجعت جبت منّه، قال لي جوزي هاديك المرّة لمّا شافها وأنا ما كتّرت وقتها فكّرت إنه ما رح ياكلوها إنه جبتها هيك، والّا قام قال لي ياي جيبي قطة طيبة كتير، هالمرّة رجعت جبتها كرماله لإني إنه حبّها يعني، مو إنه حبّها إنه هو بيحبها كتير يعني، بيقول لي طيبة. وهلّأ هون جيت على الطبخة. هلّأ شوفوا كلّياتكم بدكم تحذروا إيش وأنا نسيانة بالطبخة. أنا مو إنه هيك باساويها لأ، بس أنا نسيت شغلة أساسية بقلب الطبخة. وأنا عم باسكب الأكل بعد ما طبخته وكل شي. هلّأ هون بدي أسوي صودا دجاج، إذا قُلت لكم ما باعرف.
دساية سودا أطبخها. هلا عندي جوزي ما بيحبها ولا بحطها بتمه أبدا، بس أنا وولادي بناكلها. هو قال لي أنا خلص باكل من إنه هديك الأكلة. كنت عم بسخنها وهون بدي أطبخ هلا السودا. قليت الفليفلة مثل ما لكم شايفين، وحطيت له ورق غار والحب الهيل. وكمان قلت لكم نسياني أنا شغلة أساسية، وانتو احذروا بالتعليقات كتبوا لي، حدا بيطبخ طبخة وبينسى إيش يحط الله. أنا هذا اليوم بهذا اليوم يعني عن جد كنت معبوطة كتير، وجيت إنه من السوق من البازار يعني، وغسلت الخضرة وطبقت وهيك وفرمت سلطة وكل هالشغل هيك. عن جد قربت جاي جوزي، عن جد إجا جوزي هسا عم بحط الأكل على النار. إيه لهيك إنه صارت عجلة بعجلة. عرفتوا شلون؟ بقى قالوا لي أنا إيش نسيانة شغلة أساسية بقلب هاي السوداء أحط لها، وكتبوا لي بالتعليقات. المهم هلا أنا جيت أسوي سلطة. هلا بالعادة أنا ما بحط لها سماق، يعني حسب مو دائما، لا هيك صدفة لحتى أحط لها. هالمرة حبيت أغير شكل وأحط لها سماق، بس هون السلطة مشكلة من كل شي. حطيت لها قطي، حطيت لها خيار، حطيت لها بندورة، حطيت جرجير، حطيت نعناع، حطيت بقدونس وبصلة. ومثل ما لكم شايفين خلطتها مع بعضها، والتوابل ملح وكمون وفلفلة ونعناع وزيت زيتون، وحطيت لها سماق هي من عندي، وكمان حطيت ليمونة فرمتها فرم. ايه الحمد لله رب العالمين. هلا انتو كتبوا لي بالتعليقات مين بيحب هاي الاكله. هلا انا قلت لكم بحبها انا واولادي، بس جوزي ما بياكلها ولا بحطها بتمه ابدا ابدا. يعني بيقول لي ما بحسن اكلها، ما يعني انه نفسه ما بتقبل تاكلها. ايه والله، مع انه هي كتير كتير مفيدة، كتير مو شوي يعني، إلها كتير إفادة، بس سبحان الله يعني نفسه ما تشتهي يعني. ايه ومثل ما لكم شايفين هيك بعد ما خلصت وشفتها هون هلا الطبخة. بالأخير، مو بالأخير، لما بتقرب إنه تستوي بحط لها ملح وبهار وفلفلة مطحونة وبس بتركها. هلا في ناس بتحط لها دبس رمان، أنا بصراحة ما جربت ولا بجرب، يعني ما بنحب الدبس رمان بقلب الأكل. ايه انا ما جربت وحطيت لها دبس رمان هون. ايه هون عم بحط لها هلا التوابل مثل ما قلت لكم، بس ملح وبهار وفلفله مطحونه ورشه ملح. طبعا هذا حسب الرغبه يعني. وحتى بحط لها زيت نباتي، ما بحط لها لا سمنه ولا زيت زيتون انه بقليها فيه. هلا في ناس بتفور عليها، انا ما حبيتها هي الطريقه ابدا، ما يعني حسيت انه طعمتهم راحت ابدا، ما بقى لهم طعمه طيبه. عرفتوا شلون؟ وحتى كمان انا بحب يكون يعني انا اولادي ناكله بهاي الطريقه، يكون انه زيتها كتير، يعني مثل ما بقولوا هيك انه واحد يغمس بالزيت وياكل. عرفتوا شلون؟ ايه والله. وبعدين اللهم صل على النبي. وبس هيك بقليها بهالطريقه. هلا انا كمان في ناس تحط توم وكزبره، في ناس بتحط لها اضافات تانية، انا ما حبيتها غير هيك يعني. والناس اذواق يعني، بالنهايه كل واحد طبخته، طريقته بالطبخ شكل. عرفتوا؟ وهلا هون مثل ما يكون شايفين يعني، هلا هيد مو مي ابدا، هذا زيت. نحن هيك بنحبها بهي الطريقة. كل واحد بيطبخها طريقة شكل. كنت خالصة هون، بس مثل ما قلت لكم هون أنا عم بسكب الأكل اتذكرت، ضربت على راسي قلت لها لبنتي ياي إشو هاد؟ قالت لي إشو؟ قلت لها نسيانة شي بالطبخة، وانتو قلت لكم احذروا. أي والله الحمد لله رب العالمين. والله هيك يديم النعمة ويحفظها من الزوال يا رب. وهلأ هون جيت بالسهرة، قلت بعد ما خلصت شغلاتي وكل شي ما ضل عندي شي، بدي احط لهم هيك شوية فواكه ياكلوا، بعدين بدي يقوموا ويناموا يعني. وصار وقت النوم يعني، مثل حمودة ما شاء الله عليه قد ما كان يسهر كتير. صحيح هلا صار له هاليومين عم بروح على المدرسة، بس لا عبيجي هيك حسيته يعني. هلا اول يوم ما دوم كتير يعني، ما أثر عادي، بس اجى هيك حسيته انه مستغرب يعني. عرفتوا شلون؟ بس تاني يوم لما راح على المدرسة من الظهر، هو جو الظهر بيروح بداوم بالوحدة للستة، حسيته اجى هيك تعبان ودبلان بده ينام. قلت له ما بتنام يعني، انه ينام لي الساعة 6 يعني 7 او 8. هلا هو ما في مشكلة اذا نام الساعة 8، بس لا انا عندي مشكلة لانه في بالليل ابني. قلت له انه على 9 ايه ممكن انه ينام، الا هو لا، ابني كتير بيسهر، كتير معذبني قصة السهر يعني، كتير كتير يعني. حتى التليفون يعني من يوم اللي داوم المدرسة صار له يومين ما أخده، نسي التليفون. حسيته يعني خلص حسوه إنه باله مشغول بشي تاني، وطول ما هو بارك عم يحكي إنه أنا كنت بالمدرسة هيك وأنا سويت هيك، يعني هيك عم يساوي. عرفتوا؟ بقى ما بعرف، إن شاء الله هيك يضل يعني إنه مثبت وحابب المدرسة، وإن شاء الله يعني. وأهم شي التليفون يعني هيك يبعد عنه. هلا هو أحسن من أول يعني، التليفون
من قبل ما يروح على المدرسة كان إنه خلص صاير ما عم بيسأل عنه كتير، بس إنه هلأ يعني صار له هاليومين هيك، يعني إن شاء الله هيك لقدام يعني بتكون الأمور أفضل إن شاء الله. ايه وهيك مثل ما لكم شايفين هلا اخذت لهم فواكه بده يتسلوا، وبعدين على النوم قلت لهم ان شاء الله. وبعدين هون كنت لما كنا باركين هيك بالسهرة، انا وبنتي بقى هي كانت عم ترسم بتقولي ماما شوفي رسماتي وهيك. قلت لها حلوين يعني، بتفرج قلت لها هاتي لاصورهم واورجون للمتابعين. وبعدين هون قلت لها هي الرسمة احلى شي عجبتني، هي هيك رسمة بيت وجسر وطيور فوقه وهيك يعني. قلت لها هي احلى شي، اما الباقي يعني نص على نص. وفي رسمة هي البنت يلي هيك نزلت دمعت قالت لها انا ما بحب هيك اشياء، ما حلوة ما عجبتني، هيك كنت عم بقول لها. وكمان في رسمة ضحكتني وبنفس الوقت ذكرتني رجعتني لورا بنتي لزمان أول. كان في كروتة إذا بتتذكروا هيك بتفتحوهم بيطلع لهم موسيقى بتسكروهم بيطبقوا هيك على بعض، وما بعرف يعني يمكن عرفتوا إيش عم بقصد أنا. كتير كتير قديمات. ذكرتني فيهم قلت لها هي الرسمة إنه بتشبه، يعني كنت عم بحكي لها شلون الكروت اللي كان يجوا. وهلا هيك إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وحبيتوه. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد، وهلا بقلكن سلام.